بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في صفحتكم وقناتكم كلام في الكورة. النهارده هنتكلم عن مباراة مثيرة جدا وممتعة جدا ومشوقة جدا، وقمة يعني جمعت بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، وانتهت بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك 4-1. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وعشاق النادي الأهلي، وهارد لك لجماهير نادي الزمالك وعشاق نادي الزمالك. اللي سجل الأهداف المباراة دي، سجل للنادي الأهلي محمد شريف هدف، وعلي معلول هدف، وحسين الشحات نجم المباراة هدفين. وسجل لنادي الزمالك احمد السيد زيزو هدف من ركله جزاء، وانتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 4-1. هنتكلم اول حاجه عن التشكيل اللي بدا بيه النادي الاهلي للمباراه، وهنتكلم عن الاخطاء اللي وقع فيها كل مدرب، وهنتكلم عن التغييرات والتعديلات اللي اجراها كل مدرب غيرت المباراه. اول حاجه هنتكلم عن تشكيل النادي الاهلي. لعب المباراه بطريقه مكونه من 4-3-2-1. الشناوي في نص المرمى، قدامه اربع مدافعين: عبد المنعم وياسر ابراهيم قلبين دفاع، على اليمين محمد هاني، على اليسار علي معلول، قدامهم ثلاثه نص ملعب: فخري وقفشه وديانج. ديانج ارتكاز، وقفشه وفخري اتنين نص ملعب بيقوموا بدور صناعه اللعب. قدامهم ثلاثة: على اليمين بيرستاو، وعلى اليسار حسين شحات تحت مهاجم صريح كهربا. المباراة بدأت النادي الأهلي مستحوذ أكتر وماسك كرة أكتر وضاغط وعايز يسجل هدف من بدري، لأن لو النادي الأهلي سجل هدف من بدري هو كان عارف إن لو سجل هدف من بدري ممكن يسجل هدف تاني وهدف تالت في الشوط الأول ويزود الغلة التهديفية أكتر وأكتر، لغاية ما نجح النادي الأهلي يسجل هدف حلو قوي عن طريق حسين الشحات بكوره ارتدت من احد مدافعين نادي الزمالك. استلمها حسين الشحات وسددها بشكل رائع قوي، سكنت شباك محمد صبحي الغير موفق تماما. هدف اول للنادي الاهلي في بدايه المباراه. يعني الشوط الاول كله كان وان سايد جيم يعتبر من النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي ضاغط، هو اللي ماسك كوره، هو اللي مستحوذ اكتر، وراح بهجمات اكتر على مرمى نادي الزمالك في المباراه. راح على المرمى اكتر، يعني النادي الاهلي عمل محاولات، حتى اضاع فرص كمان. منهم فرصتين ضاعوا عن طريق كهربا. دول ابرز فرص النادي الاهلي بالشوط الاول غير الاهداف. ولغايه ما جه سجل الهدف الثاني برضو حسين الشحات من كوره حلوه قوي لعبها، خدعت محمد صبحي، كتصوير من بره ال 18 خدعت محمد صبحي وسجل منها الهدف الثاني. ثم الهدف الثالث كوره ارتدت وجات لمعلول من بره ال 18، تصويبه عملت بند في الارض ودخلت الهدف الثالث للنادي الاهلي. النادي الاهلي يعني استحوذ على المباراه، النادي الاهلي سيطر على المباراه في الشوط الاول ومسك كوره وسجل هدف واثنين وثلاثه، وكان ممكن برضو يزود الغله دي لولا الفرصتين ضاعوا من كهربا، وفرصه حتى ضاعت من قفشه تسديده ارتطمت بالقائم لمحمد صبحي. وقفشه برضو كان من نجوم المباراه برضو، ومسك كوره برضو، عمل ضغط كبير على الزمالك. عمل ضغط كبير على الزمالك وسدد كرة في العارضة، وكان بيعمل تمريرات حلوه قوي برضو للهجوم وكده. وبرضو محمد فخري عمل اللي عليه، برضو لاعب صاعد وواعد، وعمل مباراة طيبة جدا ومباراة مبشرة الصراحة. وكان خير معوض برضو سواء رحيل حمدي فتحي او وفاة والد مروان عطية اللي بنقول له البقاء لله. وعمل برضو شوط حلو قوي يعني محمد فخري. وبرضه طريقه ثلاثه نص ملعب دي يعني خلت الاهلي ماسك المباراه من منتصف الملعب في الشوط الاول. وبرضه اخطاء اسوريو برضه يعني دخل زيزو في حته برضه مش حتته خالص بتاعت صانع لعب. بدا بشيكابالا المباراه، رغم ان برضه المباراه القمه دي المباراه الكبيره دي المفروض يعني شيكابالا ينزل فيها من الشوط الثاني، لكن موضوع يبدا المباراه دي صعبه خالص. برضه الدفاع كان له اخطاء، سواء حسام عبد المجيد، محمد صبحي غير موفق تماما. يعني كان في اخطاء برضو من جانب الزمالك كتيره قوي في الشوط الاول. الشوط الثاني بقى الزمالك عمل تبديلات وتعديلات، سواء في الدفاع نزل محمد طارق ونزل ابراهيم انضاي ورجع طريقه ثانيه اربعه في الدفاع، وبدا يضغط ويمسك كوره ويحاول يسجل هدف. وبالفعل جات له ضربه جزاء على اليو دانج لمصلحه زيزو، سجلها زيزو هدف اول، وبدا يعمل خطوره بالكره لسيف الجزيري وكره لزيزو وكره لزيزو جت في القائم، وكره لابراهيم انضاي بدماغه تصدى لها الشناوي وجت في القائم.
وكان الزمالك عامل خطوره كبيره في الشوط الثاني، وكان عامل شوط تاني روعه يعني، وماسك كوره وكده بعد تبديلات وتعديلات اسوريو وتدارك اخطاء الشوط الاول، لغايه ما النادي الاهلي في اواخر المباراه راح بالكره خطيره عن طريق رامي ربيعه تصدى عليها محمد صبحي، والكره لمحمد هاني تصدى عليها محمد صبحي، ولغايه ما جه الهدف اللي سجله محمد شريف، الهدف الرابع للنادي الاهلي. لكن الشوط الثاني الصراحه كان الزمالك فيه اشرس واخطر وبيحاول اكتر على المرمى، وخط دفاع النادي الاهلي كان فيه اخطاء بالجمله الصراحه من عبد المنعم وياسر ابراهيم واليو ديانج. الكره الخطا اللي ملوش لازمه تماما اللي ارتكبه وجه منه ضربه الجزاء بتاعت نادي الزمالك، و- وكان في مساحات في ظهر الباكات سواء محمد هاني او علي معلول في الدفاع النادي الاهلي في الشوط الثاني، ولولا الحظ وساتر ربنا مع النادي الاهلي كان ممكن النادي الاهلي يعني، والمباراه لسه 3-1 حتى يستقبل الهدف الثاني 3-2، كانت المباراه هتروح في مسار ثاني في الكام دقيقه اللي فاضلين. ولكن نجح محمد شريف من كوره حلوه قوي يسجل الهدف الرابع مع لعبه حلوه قوي مرتده ما بين طاهر وهاني وديانج. وديانج لعبه حلوه قوي بالعرض لمحمد شريف اللي كان متحرك تحرك حلو قوي، تحرك يدل على انه مهاجم كبير خصوصا في مباريات الزمالك. وبالمناسبه محمد شريف عمل رقم حلو قوي، هو حتى الان الهداف التاريخي للنادي الاهلي في القمه في الدوري بالتساوي مع ابو تريكه. ده برضو رقم كويس جدا لمحمد شريف، وممكن مع الوقت يحطم الرقم ده ويجيب اهداف اكتر واكتر في المباريات القمه الجايه. وانتهت المباراه بفوز النادي الاهلي على الزمالك 4-1. وكان معكم محمد هشام كلام في الكوره.